ماكرون يا اخوات العمدة رئيس فرنسا ساب الشانزليزيه وجه يمارس هواية الجري عندنا هنا وسط التكاتك والميكروباصات في اسكندرية، ودي في حد ذاتها خدوا بالكم معجزة دبلوماسية. يا اهلا يا اهلا باللي منورنا ومنور عروس البحر ابو المكارين رئيس فرنسا اللي ساب باريس وبرج ايفل وجه عندنا هنا عشان يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب. والجامعة دي يا بنت وهو مش اي جامعة، دي البيج بوس في التعليم الفرنكفوني بتاع افريقيا. الرئيس ماكرون يا اخواتي حط تحويشة العمر في الجامعة دي 60 مليون يورو، ومصر دخلت بالمساحة 10 فدن. بس سيبكم انتوا بقى خالص من قص الشريط والمؤتمرات والحاجات بتاعت البروتوكولات دي. اللقطة يا بيه اللي بمليون رفال هي لما ابو المكارين رئيس فرنسا لبس الترنج بتاعه الصبح ونزل يجري في شوارع اسكندرية. والراجل مش اما يجري لوحده، ده معاه كل الوفد الفرنساوي واخدين شوارع اسكندرية تهليب، لا خايفين ميكروباص يكسر عليهم ولا توك توك يثبتهم بمهرجان. وده كان اكبر رد يا بيه من مصر على اي حد اما يقول لك ان بلدنا فيها جالك ياض احنا اللي صنعنا الامن والامان وحطيناه في اكياس كمان. ابو المكارين كان اما يجري هو والوفد بتاعه في قلب شوارع اسكندرية والتكاتك والميكروباصات والحاجات والعجل كله حواليهم، والناس اما تصور بالموبايلات. واوعى تفتكروا ان هو جاي لوحده وكي سلوتي ملوسي، لا يا بيه ده معاه كتيبة وزراء خارجية ودفاع واقتصاد ورجال اعمال. والشراكة دي كان فيها خير كبير جو لمصر لانها اكدت على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. 9 اتفاقيات يا بيه بين مصر وفرنسا هيدخلوا لنا 262 مليون يورو من الوكالة بقى الفرنسية للتنمية في مجالات النقل والمية والطاقة. ده غير ان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل 3 مليار دولار. ماكرون والسيسي مولعينها نار. بس برجيت مرته ما جاتش معاه المرة دي لان الشغل تقيل ودي صحتها على جدها. وزي ما انتوا عارفين البيزنس والجري محتاج نفس طويل، ودي لما بتيجي بتكتم على نفس ماكرون ما بيبقاش عارف يمرس منها. والخواجة ماكرون قال للرئيس السيسي انت صديق الصدوق، وخده بالحضن وقال له انت اكتر واحد اما تلعب دور التهدئة في المنطقة. الزيارة دي يا اخوات العمدة اما تأكد ان مصر هي رمانة الميزان في الشرق الاوسط وافريقيا، وان الامان في مصر مش بس كلام في التلفزيون، ده واقع اما يجري على رجله في شوارعنا. وعمار يا اسكندرية يا حلوة يا ماريا يا باريس الشرق انتي شيروا لهم وابعتوا لهم، اللي يعرف يجري ورانا يبقى يلحقنا. وايه لما يحصل ده؟ يعني لو رئيس الاتحاد الاوروبي رن دلوقتي على الرئيس السيسي وقال له اما رن على ماكرون من بدري مش اما يرد يقول له ايه؟ يقول له استنى بس اصل نازل 10 ضغط تحت كوبري ستانلي بعد ما كان اما يجري ويغرز وسط التكاتك والميكروباصات في خالد بن الوليد. دقيقة واحدة بس هيخلص بولة ايس كريم عزة اللي واقف يلحس على الكورنيش. معقول يعني يا جماعة ده كلام يتصدق؟ رئيس اكبر دولة في اوروبا ماشي كي وسط الناس والعربيات والتكاتك والشباب واقفين يتصوروا معاه سيلفي، والواد حمود اما يقول له يا ماكرون يا عسل الايس كريم وصل. ده احنا من 10 سنين بس لو كان جالنا امين شرطة من سفارة جيبوتي كنا ما نقفل كل الشوارع والكباري ومش بعيد تروح البيت تلاقيه مقفول بالشمع الاحمر، وعساكر بقى واقفة فوق الاسطح بالقناصة وراجمات صواريخ. معلش اصل سيادة امين الشرطة اما يشرب ليمون بالنعناع في الاوتيل. النهارده يا اخوات العمدة رئيس فرنسا اما يتمشى في شارع خالد بن الوليد والشباب واقفين يتصوروا معاه سيلفي، وواقف على الكورنيش بالشرطة اما ياكل ايس كريم من عزة. ولولا بس الراجل الكوليسترول بتاعه عالي كان زمانه واقف دلوقتي في طابور كبده الفلاح، واما يهتف 2 كبده ده حنكش للرئيس. انا مش عارف والله يا جدعان ده اما يحصل ازاي. ده الجماعه اياهم بتوع الماء مأكدين ان مصر ما فيهاش امن وامان وكلها جالج ودورها عمال يتقلص في المنطقه. دلوقتي بقى لما يشوفوا رئيس فرنسا واقف بالشرطه اما يلحس الايس كريم على الكورنيش هم اللي هيجي لهم سكر. لما يشوفوه اما يجري في شوارع اسكندريه جنب التكاتك هم اللي هيجي لهم خشونه في الركب. لما يشوفوه على الرصيف تحت كوبري ستانلي لما يلعب ضغط هم اللي هيجي لهم الضغط. لما يعرفوا ان بولة ايس كريم من عزة هنرجع اثار مصر اللي في فرنسا هم اللي هيقلبوا عزة. محمد ناصر ومعتز مطز وانس حبيبها لما يشوفوا المشاهد دي هيشنقوا هيجي لهم كحه. ما يعملوش كيه مش كله ورا بعضه يا مصر. دول لسه ما فاقوش من الصدمه اللي جات لهم لما عرفوا ان الرئيس المصري منفذ مسافه السكه من اول يوم في الحرب، وان الجيش المصري موجود في 4 دول عربيه من اول اسبوع في الحرب. والنهارده ببولة ايس كريم جبنا من ماكرون 260 مليون دولار
اللوفر، وهنرجع اثار مصر اللي في فرنسا. ومش بعيد الزياره الجايه لما يدوق الكسكسي بتاع الشيخ وفيق نلقاه محمل متحف اللوفر على عربياته ربع نقل وداخل بيه على المتحف الكبير ومشغل يا بتاع النعناع يا منعنع. انتوا سامعيني؟ طب شايفيني ولا جرونكم نزلت على ودانكم وليتكم نزلت على عينيكم؟ شيروا لهم وابعتوا لهم وكدوهم.